شوف مس رشيد، دغيك في الحقيقة إن المقاومة النيت النضال ضد هاد الخروقات هادو راه كاينين يعني كاين النضال، وكاين المقاومة في المغرب وفي الجزائر. ما نكروش، يعني ما ننكر بأنه لانت الأصوات، لانت الجمعيات، لا المثقفين لا المناضلين، يعني الجمعيات تمسمونين لا المناضلين يلافاك، يعني مختلف المواقع الجامعيه كل شيء تنضاد، الكتاب، صحفيين، اكاديميين، مهندسين، اطباء، الى غير ذلك. غير هذا شيء، يعني قدرت تقول لك بان الحركه الامازيغيه خدامه في المغرب ولا زالت خدامه، يعني وكتوقف ضد بحال هذه الخروقات هادو، وكتفضح اي حاجه اللي كتمس مثلا الانسان، وكتمس مثلا الهويه والثقافه الامازيغيه بالمغرب. ايد زريت مثلا، الا شفنا في الماضي القريب كتلقى شي واحد كيامن بالافكار القوميه العربيه، او واحد كيامن بافكار يعني متطرفه دينيه، يعني داسني تيني اخوانجي، يعني الاسلام السياسي او الاسلام المتطرف. بزاف كان يعني الهجومات من طرف هاد الناس هادو، يا سياسيين يا المتدينين الشيوخ يا هاد الخروقات ديالهم راه كتعرضوا بمجرد يغلط شي واحد ولا يهاجم شي واحد الثقافه الامازيغيه، او مثلا يعني يزور التاريخ او سميتو، كتلقى الضربات او الردود اللي هي قويه من طرف الحركه الامازيغيه بالمغرب. ما يقدرش شي واحد دابا تفرج في التلفازه المغربيه، ما يقدرش شي واحد لا في البرلمان، ومثلا داك الشيء اللي كيديروا في البرلمان، يعني داك النقل المباشر، ولا في الاعلام، ولا في الكتابات وكذا، اي واحد ما يقدرش شي واحد يتعدى. يعني علاش؟ لان الحركه الامازيغيه في المغرب طيله ظهور هذه الحركه الامازيغيه، لانها اكبر حركه في المغرب بدون منازع. تمسمون انت خاطرتيتيا، اما شي تمسمون اموسو امازيغ، يعني الحركه حركة. الامازيغيه هي حركه كبيره في المغرب، يعني نجحت بزاف د المحطات، ويعني ان رغم ان كل شيء ضدها، المخزن ضدها، الاسلاميين، ما يسمى باليسار، يعني اليسار الغروبي، باشباه المثقفين اللي هما ساكنين تلقاهم راه لزام امازيغ ومازال يتحدث بها ويقف ضد الامازيغيه مثلا. هادو كلهم ساهمت الامازيغيه في يعني خرس الصوت ديالهم، سكتتهم، ما يقدروش يهضروا وما يقدروش يناقشوا مع لي زمازيغ، حيت تبارك الله زعما ماشي كنمدحوا، ماشي وانما هذا واقع. ورغي يعني ان الحركه الامازيغيه ساهمت ولا زالت تساهم في نشر الوعي، في نشر الوعي الهويه الامازيغيه في مختلف شرائح المجتمع المغربي. كاينين بزاف الناس دابا عارفين بانهم راهم امازيغ، كاين اللي كيعتز بها واخا ما كيعرفش بها، ما كيعرفش يتكلم بها، بالاخص اللي في المدن الكبار مثلا، اللي هاجروا للمدن الكبار منذ زمان وكذا، اصبحوا يعتزون بالامازيغيه. الان الا القله قليله اللي كتظن او تعتقد انها جاءت من الشرق، غير ذاك التخربيق ديالهم. بينما يعني الحركه الامازيغيه راه تحركت غير ماشي غير في الجانب الامازيغي، حتى في الجانب ديال حقوق الانسان، لان الحركه الامازيغيه شنو هي؟ هي حركه حقوقيه، هي حركه يساريه فكريا، وهي حركه حقوقيه، يعني كتدافع عن الحقوق المتعارف بها دوليا، كتدافع لهم هنا في المغرب، وكتدافع الحركه على الثقافه الامازيغيه والهويه الامازيغيه. ثم هي عباره عن رقابه، هي حركه كتمارس الرقابه على المؤسسات ديال الدوله، كتشوف كتشوف مثلا ما يذاع في الاعلام، ما مثلا المقررات المدرسه، ما يسير في القضاء والى غير ذلك. يعني الحركه الامازيغيه راه خدامه، كتنتقد المخزن، هي ما كتنتقدش الاشخاص. شحال من واحد، عدد كبير من الناس يعتقدون ان الحركه الامازيغيه جاءت ضد
اشخاص او ضد ما يسمى بالعرب او ضد يا اخي، الحركه الامازيغيه جاءت للتصحيح، تصحيح المغالطات، تصحيح المفاهيم، تصحيح يعني رقابه المؤسسات وما يدور وما تروجه المؤسسات. جاءت هي انتقاديه كتنتقد سياسه الدوله، سياسه الاحزاب السياسيه والمؤسسات الى غير ذلك. اما هي ما كتناضلش ضد هذا او ذاك او ذاك. لهذا يعني ما نكروش بان لا زالت، بل هناك عدد كبير من الحقوقيين اللي كيناضلوا ضد اي خروقات كما كانت، سواء خروقات المخزن او الاحزاب السياسيه او اشباه المثقفين الذين يسعون الى نشر هذه العروبه هذه او هذا الاكاذيب الى غير ذلك. ما يقدروش مؤخرا لا استطعتي، راه ما مشاو شحال عدد كبير منهم كانوا كيكتبوا كيقولوا كذا، ولكن كل شيء مات، كل شيء مشى، كل شيء مشى. دابا احنا في المغرب واحد القوس، نفتحوا واحد القوس، فعلا خصنا واحد المساله اللي هي الاعلام. لو تملك الحركه الامازيغيه الاعلام بالمغرب، لما رايت حتى الاحجار والشجر والحشر يتحدثون بالامازيغيه. غادي يحبوهم الامازيغيه، وغادي يعرفوا بان ذاك الحشر اللي كتمشي الارض ولا ذاك الشجر غير انه امازيغي ولا علاقته بالعرب، فما بالك الانسان. لكن رشيد ركيني بانه باختصار بانه لا المناضلات تيوتمين دات نضلنت ينتم غناسين الا انت لافاك درنتو لافاك تبارك الله. عدد كبير وكبير وكبير من المناضلين كتخرجوا من لافاك سنويا. راه ما كنقول لك الاف والاف مثلا في اكادير، الاف والاف الرشيديه كتخرجوا منها مناضلين الامازيغ. تسمى امسيه، الحركه الثقافيه الامازيغيه. هذه واحد الحركه راديكاليه ومناضله ما كتطأش راسها ولات شنو يغفن زنتات. مكناس، تطوان، وجده، الناظور، مراكش، امورنياكوش، مراكش، الرباط، قنيطره، وجد، تطوان والناظور، الشمال، تازا. يعني عدد كبير من المواقع الجامعيه. بن ملال، ما ننسوش بن ملال تبارك الله. يعني الالاف والاف والاف تخرج المناضلين. يعني النضال لا زال مستمرا. الحركه الامازيغيه هي حركه حقوقيه بالمغرب، هي اكبر حركه. يعني راه كتزعزع، ما يقدرش واحد زعما يوقف المد ديالها وانتشار ديال الفكر ديالها. الفكر ديالها منتشر بقوه في يعني في المستويات، مختلف المستويات ديال الشعب المغربي. تنمير حسن تولم نكفات سيزنا كير ناس مسلنا كير نسيرم كي قابل لير لكن نيفو اللي لن يعوقن يقيم لكن اموسو مزيغ دي ثموث المغرب الى حد مشوار مقور ثورا غاس ولا ما ايش نكاع عذاون قوان كير اما دي المخزن المغرب كنا اخوان جايين نسلم نا وقال تظلمت وقيت لاغوش بوليتيك دا يمازيغ السيرفيس وغادي يسعى يعني يمازيغ السيرفيس خاصه لما وقع ذاك الزناس دوك مازيغ ماشى داين يتوهم من ثقاريكي وغانا تقوى ذنك الملان ولا شيء يعدين بلا ما جناس ناس اسمي صباراج دونك يتولي حسن ذاك ازكى نتمازيغ زي المغرب وين يجرزن نزه لا غارتو تسفانطاس إمغناسن لتسداويين تسداويين كلان ديال المغرب عندها فرنداتاس إمغناسن نسينا لا غاموس سور امبوحان ام سي ا موفمون كولتوريل امازيغ المغرب يتوسنن ذا تسنت ليدو كلي وين راني ديسكارن ديال ثمن المغرب كيسلحاين امشوار امنو نتمازيغ تسمى كان حسن كوجوت نتا ندير كي راس لي صغير دو فيجالي كلا يتعا une boîte de communication قرناس درا برودكسيون حسن ويفهم تورا صغير بلات مجرد ديون وسامو سوازالي ساد يحكونا مزروي انت مغنست انت مازيغ ديال المغرب ماشي ويفان نظر وكان فاش تاكي انا دينير داك كي يخدم ذا شوتني صنفارن ماس حسن كوجيت
ادي يسدون غرزدات واش يخدم سمثا وخير انغماس امغناس مناضل وصحفي. واخا انا جورناليست يخ صحفي، اهتمت الانثروبولوجيا غير مشاريع بزاف المشاريع ليستوار الانثروبولوجيا. يعني المقاومه مثلا خدم في المقاومه قبائل تاع الطاء وقبائل الامازيغيه بالجنوب الشرقي، معركه بوغافره مثلا نموذجان. دا سجاد سلسله وثائقيه او نتات غوف يعني امستنيت تمدينين تخبورين المدن القديمه سميتهم مدن سادت ثم بادت. تخدم غكانه تشمل خدا واحد خدمته في الجنوب الشرقي، لقينا واحد المدن الامازيغيه قديمه السوديست، يعني السوديست المغرب. 17 مدينه يعني فيها مدن قديمه جدا، وديك المنطقه عرفت واحد الحضاره امازيغيه قديمه. هذه المساله هذه راه كتواجد في مختلف المدن المغرب، ماشي فقط الا كنسمعوا مثلا بانه الاماكن الاثريه بحال واليلي، بحال مثلا هادو اللي كاينين في الرباط والنواحي وكذا، بل هناك عدد كبير جدا في المغرب فيه مواقع اثريه ومدن قديمه كتثبت بانه راه هناك حضاره امازيغيه عريقه وقديمه جدا وجدا. لنت الاخطاء نزرى مثلا بزاف من البرامج دا سوال نطوفت دغن الاماكن كذا كذا كانوا كيحاولون تعريب هذه الاماكن كذلك. او مثلا كتلقى برنامج يتحدث عن مثلا منطقه اركيولوجيه او منطقه يعني فيها اثار، شنو كيقول بانه بناها العرب وكذا، شو اللي كيقولوا، او الى حشموا شويه الى بشويه بالغوا كيقولوا بانه مدن بناها الرومان وكذا الى غير ذلك. يعني يخجلون، ما قدروش يقولوا الامازيغ، بينما الامازيغ وانا اعرف هناك اصدقاء علماء في الاركيولوجيا تثبت بانهم راه حضاره امازيغيه، ولا وجود لا الفينيقيه ولا بيزنطيه ولا رومانيه ولا غير ذلك، حضاره امازيغيه بامتياز كانت موجوده ولا زالت في مختلف الاماكن والقرى والمداشر والمدن المغربيه. مدن سادت ثم بدات هذا هي البروجي جديد امينو اغوا سمينو هي يعني تلان تمدين تقبورين مازيغن مثلا لا ريجون زاغورا المحامي الغزلان. هناك مدينه تدعى دستنين تيدري، مدينه تيدري تمدلت الى ريجون طاطا، مدينه تمدلت يطاطا. يعني باختصار شديد يعني انا كي بدات تبريبارا وثائقي مجموعه من الوثائقي قد المشروع الضغن هي المشاريع الضغن مشاريع اعلاميه ليستوار الثقافه المازيغ الانثروبولوجيا او حتى الحركه الامازيغيه. كنت احضر لوثائقي حول الحركه الامازيغيه. علاش الحركه الامازيغيه؟ لانه فعلا هذه الحركة رغم أنها ظهرت فقط في أواخر في بداية الستينات أو أواخر الستينات، فقد قدمت الكثير والكثير في الحقيقة للمغرب وللشعب المغربي. ممكن أن أقول بأن هذه الحركة الأمازيغية في المغرب وفي الجزائر وفي تونس هي بمثابة عصر الأنوار ديال شمال أفريقيا. في الحقيقة عصر الأنوار عندنا عصر انوار لاني اوروبا، عصر شمال افريقيا اتيات مغناسين الحركه الامازيغيه. غادا شينا مثلا المفكرين الناس، غادا شينا المفكرين هو مثلا المعتوب لونيس الله يرحمه مسكين، احمد غرني، عاصي رفيق، المناضلين بزاف في الجزائر حدث ولا حرج، مناضلين كبار، مناضلين في ليبيا. يعني هاد المفكرين هادو
اتود تخصنا خدمه هادو، راه خاصنا حنا مازال الخدمه في هذا الجانب هذا. هاد المفكرين خصهم يتوثقوا في كتاب. راه مفكرين هادو مفكرين اللي عتقوا في الحقيقه واحد الثقافه وواحد الحضاره اللي هي عريقه جدا، هي في طريق الى الاندثار كيقتلوها، لكن عتقوها هاد المفكرين هاد المفكرين هما اللي عتقوها وناضلوا من اجلها. ويعني وكان صراع بينهم بين المؤسسات وبين الانظمه على اساس الاهتمام والحفاظ واعطاء حق لهاد الثقافه وهاد الحضاره ديال هاد الارض هذه. انا ساشني لهذا قلت بان الحركه الامازيغيه اعطات وما زالت كتعطي. لهذا راه فكرت ندير هاد المشروع هذا على هاد الحركه الامازيغيه. نميرتك اماس حسن كوجوت غير في مسلينا كاين وسيرم اكس فرحنا تصطاس كي تدي فهم حسن انك بلي نكون خلاصو غنتيذير تيمغنس انك سي سكوسنا كاين 60 دا ساون ثورا سي معطوب يدغرني احمد عصيد اطاس لي زانتيليكتوال اللي بقارين 9 ذاك نقلا نتيذير اين منقار ثلث انتفاث نار لاج دور تاع شلوروب لي زانيني القرنفون يزرين ويس 15 ويس 16 ثقيرا خلاطو غنكوني سي مازيغن انتيذيريث ويتولي ذاك نزكا انت مازغار اذي بدل وكيف في سوينا نفيك فوسيغان انا نكوني سي مازيغن سي قبيليين سي شاويين سي شلحيين سي ريفيين سي مزريين سي نفوسيين سي كناريين سي سيويين لكن ما نلا انفيو كفوس انفنو ثم زغان وسكان او زغان نخدم لا كوب امازيغ با او سونس ايديولوجيك مي او سونس دو فراترنيتي. ici نخدم لا كوب امازيغ دو فراترنيتي entre les peuples امازيغ. ذا شكي الفوتبول ذا شكي ايلين هذا غزات يكون نفكافوس وكنا نبنو ثم زغالنا اكن نظام كي كاين نساتاكرا انت ذويل تكيان بسم الله لنك ذو نغمس امغنس حسن كوجوت اسينير حسن تزوى تنميرتك تصطس حسن يميت قبلط ينفقنا تنميرتك تنمرت يمس في الدنش ارتيكل تيطني مرحبا انسوف مازال غالا غوص القايف في سنة النظام المسلفين النظام يسير غذين او ندينير قيمة ذي ثالويث